بسم الله الرحمن الرحيم. أصدقائي، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. اليوم نأخذكم في جولة خفيفة داخل المتحف البلدي لبلدية سيوس. نبدأ من هنا، من ساحة الشهداء، حيث الذاكرة الحية والتاريخ الذي لا يموت. هذا هو المتحف البلدي في هذا الجو الماطر، اليوم 13 أفريل سنة 2026. ومن هذه النقطة ندخل عبر البوابة الرئيسية لنبدأ رحلة عبر الزمن. هنا أول جناح مقتنيات العصور الجيولوجية القديمة، نشاهد آثار أقدام الديناصورات شاهدة على زمن سحيق مر من هنا. وهذه قطعة متحجرة من الغابة المتحجرة بمنطقة ثنية الصوان. كما نرى نماذج من الصخور التي تمثل مختلف الأزمنة الجيولوجية، من بينها عينات من الصواعد والنوازل التي تشكلت داخل مغارات المنطقة عبر آلاف السنين، إضافة إلى مستحثات حيوانية ونباتية، بينها الأمونيت وقنافذ البحر وبقايا كائنات منقرضة. ولا ننسى هذه المجموعة البسيطة من الأحجار شبه الكريمة المتواجدة محليا. ننتقل الآن إلى جناح ما قبل التاريخ، حيث البداية الحقيقية للإنسان في هذه الأرض. هنا أدوات تعود إلى العصر الحجري الحديث، والعصر الحجري القديم، من بينها الصخرة الأم التي كان الإنسان الأول يصنع منها أدواته، وهذه الفؤوس الحجرية، منها هذه التحفة الرائعة ذات الوجهين التي تعود إلى الحضارة الآشولية من العصر الحجري القديم السفلي. وهنا أيضا رؤوس سهام، بعضها يعود إلى الفترة العاترية التي تمتد إلى حوالي 20,000 سنة قبل التاريخ، وأخرى من الحضارة القبسية الوهرانية. كما نشاهد مدقات حجرية استعملت لسحق الحبوب والنباتات البرية، من بينها هذه القطعة المتميزة التي تجمع بين الراحة والمدقة. وهنا قطع بيض النعام استعملت في صناعة الحلي والتمائم، بل وحتى في الطقوس الجنائزية، من بينها هذا العقد الجميل الذي ربما كانت تتزين به امرأة عاشت هنا منذ أكثر من 5000 سنة. وهنا التحفة الفريدة التي لم يحدد تاريخها بدقة بعد، لكن من خلال شكلها وطبقة التكلس المحيطة بها، وربما أنها تعود إلى الفترة الفينيقية، وقد تكون وصلت إلى المنطقة عبر هجرات بشرية أو بشكل آخر لا نعلمه. نواصل مع المجموعة، أواني تعود إلى فترة العصر الحجري الحديث وفترة فجر التاريخ. وهنا عينة أثرية جمعها الباحث فرانسوا كوميناردي، الذي ساهم في نشر العديد من الدراسات حول عصور ما قبل التاريخ في المنطقة. هذا
العتاد جنائز يرجع إلى فترة فجر التاريخ، كما نشاهد هذه الجرة أو القلة الخالدة والتي تم الإعلان عن اكتشافها السنة الماضية بالتنسيق مع مصالح مديرية الثقافة لولاية النعامة، وتعود إلى العصر الحجري الحديث. وهنا جرة أخرى لم يحدد تاريخها بدقة حتى الآن. ننتقل إلى فترات تاريخية لاحقة. هنا رأس سهم يعود إلى الفترة الإسلامية، وهذه قطعة من حجر قذيفة لمنجنيق تعود إلى سنة 1789. أما هنا فنجد مقتنيات من القصر العتيق لبلدية تيوت، مثل هذا القفل الخشبي مع مفتاحه الذي يعكس عبقرية الإنسان المحلي في الصناعة والحرف اليدوية. كما نرى هنا مخططات القصر وأبحاث ووثائق تاريخية مرتبطة به، إضافة إلى مجموعة من الكتب والأبحاث حول تاريخ المنطقة، كتب ومؤلفات من أبناء المنطقة، منطقة تيوت ومنطقة عين صفراء وولاية النعامة. ونصل إلى جناح ثورة التحرير المجيدة، حيث صور شهداء ومجاهدي المنطقة الذين صنعوا بدمائهم تاريخ الحرية والكرامة. وبعض الوثائق التاريخية خاصة بثورة التحرير الوطني. أيضا عينة من الأسلحة التي استعملت خلال ثورة التحرير، من بينها عينة من خط شارل وموريس، عينة من أقدم الأعلام التي رفعت في قصر تيوت أيام الاستقلال، أسلحة وبقايا مقذوفات وذخيرة تعود إلى فترة ثورة التحرير المجيدة. أيضا وثائق ورسائل مهمة خاصة بثورة التحرير، والتي وهبها للمتحف سيد بوداود الفقير، نقدم له التحية بهذه المناسبة. وهنا جناح خاص بمخطوطات المنطقة التي وهبها الوالد للمتحف، بارك الله في عمره وفي صحته. هي مجموعة قيمة. عندنا الجناح الثاني يضم مجموعة من الصور لقصر تيوت وواحة تيوت، مجاهدين، من بينها هذه الصورة التي لم نتأكد من الشخصية المرافقة للمجاهد ميلود بن يوسف المدعو كلوفيس، والمجاهد يونس أحمد يسارا. أما المجاهد المتواجد في اليمين هناك من قال أنه العقيد لطفي، لم نتأكد منه لحد الآن. نرجو من باحثين في تاريخ الثورة إن استطاعوا التعرف على هذه الشخصية. الشهيدين الإخوة الديدة. أجواء الاحتفالية بيوم الاستقلال بقصر تيوت 5 جويلية 62 من شهداء
قصر تيوت، ناصر محمد وزايد إبراهيم، المجاهد الميلود رضوان. هذه أقدم الصور لحد الآن لقصر تيوت، تعود لسنة 1847. وهنا نجد أقدم مصدر يذكر قصر تيوت، يحيى بن خلدون، سنة 1377. طابع بريدي يرجع لسنة 1932 لواحد تيوت. ومن هنا جناح مخصص للتنوع البيولوجي النباتات، عينة من بذور ونباتات منطقة تيوت، مع شرح بطاقة فنية قصيرة ومختصرة. هنا أيضا محاولة لإنشاء بنك للبذور المحلية الأصيلة، عينة من الحيوانات التي المحنطة متواجدة بالمنطقة، من بينها الأروي، موفلون، وبعض الطيور والزواحف. هذه عينة من أنواع التمور، وهو عمل جديد يقوم به القائمون هنا على المتحف. أنواع التمور متواجدة بواحد تيوت. هنا عينة لخودة. هذه الخودة شاركت في مظاهرات 17 أكتوبر 1967. كان يرتديها السيد محمد فاضل أطال الله في عمره وصحته، الذي لا يزال على قيد الحياة. آثار الدماء لحد الآن متواجدة عليها، لا تزال متواجدة داخل الخودة. وهذا منظار مراقبة كان يستعمله المجاهد المرحوم فقير بوفلجان مدعو ويشن خلال فترة التحرير، ثورة التحرير. هذا باختصار ما يتوفر به المتحف. السلام عليكم سي بوعمامة. السلام سيمن. الله يعاونك خويا. هذه عينة من المخطوطات اللي قدمتها لنا السيدة سكينة حمان، جزاها الله خير، هبة للمتحف. بارك الله فيها. يقوم سيد بوعمامة بدراستها ومحاولة تصنيفها من الإمام بيتور الحاج عبد الله. هي كانت في خزانة المرحوم بيتور الحاج عبد الله، ياك؟ نعم. يبدو من خلال المعاينة الأولية أنها تضم أذكار وقصائد وخطب عيد الفطر وخطب مكتوبة. مشكورة السيدة سكينة حمان، جزاها الله كل خير. سي بوعمامة خبرنا عن الإجراءات هنا في المتحف. احنا في المتحف كي يجيبوا لنا مثلا مخطوطات نديروا دراسة تصنيف، ولا أي هبة ولا أي حاجة، أي هبة من طرف أشخاص باحثين، نقوم بجردها في سجل الجرد الذي هو ممضي من طرف رئيس الدائرة. وهذه المقتنيات اللي مسجلينها هنايا مثلا اللي كانت تحت إشراف مديرية الثقافة. الجرد قامت دارتها معنا مصالح مديرية الثقافة، مرافقة مديرية الثقافة. وإحنا مثلا كي يجيب لنا واحد مقتنيات ولا مخطوطات نسلموه وصل استلام،
وهذا وسط الاستلام مثلا في اخر الشهر نديروا مراسله رئيس مجلس الشعب البلدي نخبروه بالمقتنيات الجديده اللي دخلت المتحف المتحف. مراقبه، وهو يبلغ السلطات المعنيه، مثلا قال مديريه الثقافه ولا. شكرا سي بوعمامة، بارك الله فيك، الله يعاونكم. ان شاء الله في التصنيف. في ختام هذه الجولة آمل أن نكون قد عبرنا معا آلاف السنين من عصور ما قبل التاريخ إلى الثورة المجيدة التحريرية، رحلة تختصر ذاكرة سيوس وعمقها الحضاري. شكرا لكم على المتابعة، وإلى اللقاء في قريب عاجل في جولة جديدة إن شاء الله.